حياتي ما شفتش حد بينزل يشتري فطار ب 10 جنيه. يعني الكلام ده كان 2006 2005، يعني اللي هو ايه 2015. كان الواحد بينزل يشتري بال 10 جنيه فطار ووليمه. اول مره في حياتي اشوف حد عايز يشتري فطار ب 10 جنيه في الايام اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي. تعالوا نخش نشوف. العشرة ديت هاتي بستة فول وبستة طعمية. كده في 2 جنيه. هاتي بيهم مخلي. في 2 جنيه. خلاص هاتي بتنجان. يا زميلي، هي مش الفكرة في البتنجان ولا المخلي، هي الفكرة اللي انت عايز بستة وبستة ومديها 10 ليه يا عم؟ فو يا عم. وبعدين انت ازاي ب 12 جنيه ولا ب 10 جنيه ازاي هتفطروا؟ انا عايز اشوف الفيديو ده، انت تفطروا ازاي ب 10 جنيه؟ في 2 جنيه يا حمدي. يا حنان مش دي 10 جنيه؟ اه. هاتي بستة فول وبستة طعمية. ايه، ما في 2 جنيه. ادوهم لأي حد غلبان يا حنان. حد غير. والله العظيم انت اللي غلبان يا حمدي، انت اللي غلبان. فو يا عم من فو يابا، هتفطر ازاي انت بال 12 جنيه وانت اصلا مديها 10 جنيه؟ انت في ايه يا اسطى مالك؟ اديها 2 جنيه يا عم. حد غلبان في 2 جنيه. لا إله إلا الله. بقول لك هاتي بستة فول وبستة طعمية. في 2 جنيه. خلاص يا 2 جنيه. حنان. يبقى يا هاتي. خلاص يا زميلي، يا حرام فاضل لها دقيقة. دقيقة ايه؟ اقل من 3 ثواني ودي هتتجلط والله. دي يا عم 200 جنيه يا عم. اخلص يابا عشان نفطر ونروح على يبقى الكلام. هاتي بيهم أي حاجة حلوة للعيال وأنت جاي عادي. حاجة حلوة تحلي العيال في 2 جنيه. في 2 جنيه. هنشال. قولوا هات 2 جنيه. قولوا هات 2 جنيه يا عم. الولاد الشل يا عم، الله يسامحك، اديها 2 جنيه يا اسطى. وبعدين يعني اللي بيفطر، انا اللي اعرفه الفطار اليومين دول بقى ب 50 جنيه، ب 40 جنيه، لكن 10 جنيه انا ما شفتش خالص فطار ب 10 جنيه. حتى لو عايش فين، يعني لو عايش فين في قلب مصر، انت فطار ب 10 جنيه ده بقت ممنوع. ال 10 جنيه دي اخرها تجيب دلوقتي. يعني الحمد لله على الفقر والجدع.